سلام الله عليكم متابعي الكرام، سررت بلقائكم مجددا في هذا العرض الإخباري، وهذه أبرز تفاصيله. تسارع الحكومة والمركزية النقابية الزمن من أجل التوافق حول الملفات المطروحة قبل عيد الشغل الأممي فاتح ماي المقبل، حيث يستمر الأخذ والرد بين النقابات المتشبثة بالزيادة في الأجور والحكومة المتمسكة بمناقشة وحل ملف التقاعد باعتباره جزء لا يتجزأ من الحوار، ومسألة إصلاحه ضرورة قصوى. وفيما يتعلق بالزيادة المتوقعة، كشفت مصادر نقابية أنها توصلت بعرض يتضمن زيادة عامة في الأجور بين 400 و 1300 درهما حسب السلالم، وتخفيض ضريبي بين 200 و 800 درهم حسب السلم كذلك، بالإضافة إلى زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية للأبناء الثلاثة الأوائل، و50 درهما للمتبقين. وأضافت ذات المصادر أن الحكومة ربطت هذه الزيادة بقبول النقابات على شروط إصلاح التقاعد التي تشمل الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، مع فتح الإمكانية للاستمرار في العمل إلى حدود 67 سنة أمام الراغبين في ذلك، وتسقيف مبلغ التقاعد بحيث لا يتجاوز 80% من الأجرة، مع احتساب معدل الأجرة منذ تاريخ التوظيف، واقتطاع ما بين 600 و 2000 درهم حسب السلم مناصفة بين الدولة والموظف لصالح صندوق التقاعد وتمرير قانون الإضراب. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.